رؤيته للوهلة الأولى لا تكفي لمعرفة عمل هذا الجهاز، فهو مجموعة أجهزة اجتمعت لتكون بهذا الشكل. اختراع قام بتصنيعه المخترع العراقي الشاب وسام، هذا الاسم الذي أصبح مشهورا في مدينة الرميثة بعد أن حلق بسمائها بطائرته التي صنعت في منزله. وسام تحدث لنا اليوم عن فكرة أخرى وكيف تحققت على أرض الواقع. صممت الريبوت، جهزته طيلة 7 أشهر، والحمد لله والشكر بيفيد هو للأغراض حاليا العسكرية. أنا فكرت أول بداية جاي نشوف ناس جاي تستشهد في سبيل تدخل منازل مفخخة. يعني هذا المنزل مفخخ، بدل ما يدخله جندي ندخل ريبوت يحمل سلاح ونفس الوقت يستطلع لو مفخخ لو مو مفخخ. ليش ندخل احنا جنود 10 جنود؟ أرامل كثرت عندنا بالعراق وكثرت عندنا الأيتام. في سبب شنو؟ ما عندنا أفكار علمية حاليا، لأن عندنا محاربة بالعلم عندنا حاليا بالعراق. يعني ما يردون واحد يشتغل زين إلا نستارد من الدول. ويأمل هذا المخترع العراقي أن تقدم له أيادي الدعم لتطوير جهازه الذي يقول عنه بأنه من أهم الأجهزة المحلية التي صنعت لمقاتلة المجاميع الإرهابية. إذا كان توفر الدعم المالي أنا مستعد أنفذ ريبوتات عسكرية، ومستعدين ندرب عليها جنود ونخليها تقاتل بعناصر داعش الإرهابي. مستعدين، يعني أنا مستعد أنفذ هذا المشروع إذا كان أكو دعم موجود. والناشد احنا الدكتور حيدر العبادي يعني رئيس وزراء، والناشد وزير داخلية إذا كان هم الاستطلاع بأمري. الرجل هو هم إنسان نزيه. يعني احنا ناشد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إذا كان لهم يدعمون هيك موضوع، احنا مستعدين نعمل لهم أحسن من هذا العمل. إذا كان توفير عمل ومادة احنا مستعدين نشتغل. من رافق وسام في مراحل هذا العمل دعا الجهات الحكومية إلى عدم نسيان هؤلاء الأشخاص وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذه الاختراعات. ماكو أي دعم، لا مثل مسؤول جاء قال له مثل أنا أتبناك. هسه بالنسبة للحكومة وزارة الداخلية وزارة الدفاع تتبنى وسام، أنا أعطيه مثل ورشة عمل وأخليه يستفاد بيها وأخليه يساعد. ليش إحنا جاي تروح الضحايا هاي والأرامل؟ وبالنسبة لوسام يعني شاب موهوب وهاي، وأكو ناس هواي مثل استهزأت بهذا الشيء. بالمناسبة هسه الحمد لله والشكر تحقق هذا الشيء. هنا وفي هذا المكان يقوم وسام بتحويل أفكاره إلى أعمال، لكن هذه الأعمال تحتاج إلى الرعاية والاهتمام بحسب قوله. لقناة بلاد الفضائية، علي حداد، المثنى.